خناقة جديدة بين مرتضى منصور واحمد سليمان. مرتضى النادي مخطوف، احمد سليمان نادي اللي مخطوف يا حرامي. حصريا بنفرد برد فعل مجلس ادارة نادي الزمالك العنيف جدا تجاه احمد سليمان. تفاصيل وكواليس حصرية عن واقعة احمد سليمان والبوست المثير للجدل والذي اغضب اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك. لايك وشير في كل مكان. انا عاوز بقى جمهور الزمالك يحضر، طالما دعمنا المجلس وعاوزين المجلس يكمل صح يبقى لازم ننتقد ونقول رأينا بمنتهى القوة والجرأة والحزم. اذا ما كنا بننتقد المجلس السابق بسبب افعال معينة فاكيد مش هنقبل تكرارها من بعض او من فرد داخل المجلس الحالي. شير في كل مكان، ولو سيادتك بتتابعني لاول مرة شوف الفيديو للاخر ودوس متابعة الان عشان يصلك منا كل ما هو جديد. احضروا يا زملكاويه دلوقتي، ننزل بالبرومو ويلا ندخل في التفاصيل على طول. فوجئنا بالكابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك بانه خارج علينا في بوست مثير للجدل انطلق كالنار في الهشيم. المنشور ده زي ما انتم شايفين دلوقتي، كابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك كتب نادي اللي مخطوف يا حرامي في بوست موجه ومعروف انه ردا على تصريحات الاستاذ مرتضى منصور اللي اتكلم بعد تصويته في الانتخابات الرئاسيه. طلع وقال ان نادي الزمالك مخطوف وانا هحاسبكم وكلام من هذا القبيل ليرد عليه احمد سليمان. خليني اقول لحضراتكم الكواليس والمعلومات الاول وفي الاخر نقول وجهه نظرنا، واكيد وجهه نظركم اهم يا جمهور نادي الزمالك. طبعا بكل تأكيد مجلس إدارة نادي الزمالك، وأنا اتكلمت مع مسؤول بارز داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أنا طبعا بتحفظ على ذكر اسمه ولكن بنقل لك يا زملكاوي رد فعل مجلس إدارة نادي الزمالك المحترم جدا. اتكلمت مع المصدر وقلت له إن الكابتن أحمد سليمان رد على الأستاذ مرتضى منصور والبوست والحكاية والرواية. قال لي بص أكلمك بمنتهى الصراحة، ما هو مش إنجاز ان احنا نرد على الاستاذ مرتضى منصور، ليس انجازا. الانجاز ان احنا نشتغل ونرد على الناس اللي مستنيانا ومنتظره ومتعشمه فينا ان احنا ننجح ونقدم نجاحات كتير. ده انا هقول لك بقى نص الكلام بالنص وبالحرف. قال لي انا رايي ان احنا نركز في اداره النادي، الناس منتظره منا حاجات كتير جدا في نادي الزمالك، هو ده المهم. الانجاز ليس الرد على مرتضى منصور، الانجاز هو تحقيق نجاحات. ربنا كرمنا في موضوع فك الحجوزات، بدأنا الدنيا تمشي كويس في الكوره، برضو الاجهزه بتاعه الصالات فيها شويه تعديلات. قصدي ان احنا ماشيين بنظبط الامور، هو ده اللي هنتحاسب عليه في النهايه. انا رايي اركز في طريقي واركز في مشواري، هو ده المهم. طبعا ما كانش ينفع ان انا ما اسالش عضو مجلس الاداره، عشان انا قبل كده قلت لحضراتكم ان في غضب كبير داخل مجلس اداره نادي الزمالك من الكابتن احمد سليمان. فسالته على قصه الاستاذ مهيب عبد الهادي، قال لي هو عشان متعاقد معايا ان احنا ده شغله، يعني العقد ملزم ليه. احنا قلنا له مجلس اداره نادي الزمالك اخبر واخطر الكابتن احمد سليمان بالاتي ذكره، قال له ما تتكلمش عن الزمالك، خلي الزمالك دايما كتاب مقفول. الجمهور ليه حق انه يعرف، بس انك تحكي كل يوم حدوته ده في حقيقة الامر مش في صالح اي حد، ولا في صالح الجمهور ولا في صالح الطرف اللي بنشتغل معاه، اذا كان قيد، اذا كان لاعبين، اذا كانت حجوزات وكلام من هذا القبيل. مجلس اداره نادي الزمالك الكل قال للكابتن احمد سليمان استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولكن لما تعمل الحاجه او الحاجه تتم او تنجح الناس وقتها لازم تعرف. لكن دلوقتي اعتقد ان الكلام ملوش اي لازمه، خصوصا ان انت في منتصف المشوار. ده كان نص كلام مجلس اداره نادي الزمالك واول رد فعل من مجلس اداره نادي الزمالك على البوست بتاع الكابتن احمد سليمان. دي كواليس ومعلومات انا بنقلها لك من داخل مجلس اداره نادي الزمالك. لكن اروح بقى لوجهه نظري ورايي الشخصي، ولازم اعرف رايكم في الموضوع هيبقى ايه. هو ايه اللي اختلف عن مجلس مرتضى منصور؟
هي الناس كانت بتهاجم مرتضى منصور ومجلس مرتضى منصور ليه؟ او بتنتقد مرتضى منصور بالتحديد ليه؟ عشان اللسان. وانا من اول الناس اللي هاجموا الاستاذ مرتضى منصور عشان اللسان اللي وداه في مشاكل. كابتن احمد سليمان نفسه، كابتن حسين لبيب نفسه، والمجلس الحالي كل واحد انتقد سياسات مرتضى منصور والالفاظ والهجوم اللاذع. هل من الطبيعي والمنطقي يا سياده اللواء احمد سليمان ان احنا ننتهج نفس النهج، نطلع نقول على الناس حراميه؟ انا مش بقول لك ان مرتضى منصور ما غلطش انه هاجم المجلس، بس ما هي صفه مرتضى منصور؟ مرتضى منصور ليس له اي صفه داخل نادي الزمالك حاليا. الراجل كده كده هجومي هيطلع يتكلم، اكيد هو مش هيطلع يطبل للمجلس، طبيعي يقول نادي مخطوف، هي وجهه نظره. ما تردش، بترد ليه؟ سيادتك عضو مجلس اداره نادي الزمالك، الكرسي ده ليه قيمه، الكرسي ده ليه ثمن. اعرف يعني ايه عضو مجلس الاداره، يعني الكلمه مني بحساب، التصريح لازم يكون مسؤول. حضرتك مش في معركه شخصيه، وده اللي كنا بنقوله للاستاذ مرتضى منصور، عشان تطلع ترد وتقول يا حرامي وننبثق ونروح للالفاظ والهجوم، ويطلع الاستاذ مرتضى يرد فتطلع تاني ترد. الموضوع مش شو يا استاذ احمد، وانا بقول لحضرتك الموضوع مش شو. انت قلت المجلس اداره نادي الزمالك ودي المعلومه دي وصلت لي. يا جماعه انتوا هتقطعوا اكل عيشي؟ ده اكل عيشي وده شغلي وده مصدر شغلي. انا مش هقدر الغي او افسخ التعاقد مع مهيب عبد الهادي. قال لك ما تتكلمش عن نادي الزمالك، وبالرغم من كده طلعت واتكلمت عن نادي الزمالك، لان الاستاذ مهيب عبد الهادي اكيد مش هيجيب حضرتك كعضو مجلس اداره نادي الزمالك من غير ما تتكلم عن نادي الزمالك وزيزو وعواد وفتوح وصبحي وكل اسبوع تصريح. هذا الامر غير مقبول، ولو سيادتك هتنتهج النهج ده هنطلع وننتقد حضرتك من اجل الكيان. مجلس اداره نادي الزمالك في اغلبه ناس محترمين، ناس محترفين، ناس بيعرفوا قيمه الكلمه وقيمه التصريح. فانا اتمنى من الكابتن احمد سليمان انه يعرف قيمه ومعنى الكرسي. وهنشوف دلوقتي اراء جمهور نادي الزمالك في الكومنتات، لايك وشير في كل مكان. احضروا جمهور الزمالك الان كي يقول رايه. السلام عليكم.